ازيك يا صديقي؟ معلش بس الناس تعذرني عشان عندي برد، ولكن جاي اتكلم في حاجه مهمه جدا. البرنامج التدريبي ب 10 جنيه والنظام الغذائي ب 10 جنيه. والله ب 10 جنيه بس، يعني انت مش محتاج انك تدفع 10 جنيه كل يوم، لا ب 10 جنيه بس. البرنامج التدريبي ب 10 جنيه والنظام الغذائي ب 10 جنيه. لو خدت برنامج تدريبي ونظام غذائي الاثنين مع بعض ب 15 جنيه. والله زي ما بكلمك انا من الاخر جاي اعمل سبوبه. بص هقول لك على حاجه، الناس اللي هتشتري البرنامج بهذا المنظر دي ناس معاها فلوس زياده بتضيعها، حتى لو 5 جنيه او 10 جنيه. فانت واحد مع احترامي ليك شخص غبي. ليه؟ مفيش حاجه اسمها اروح اشتري برنامج تدريبي او اشتري نظام غذائي. ليه بقى؟ لان دي انظمه بتكون متصممه مش لشخص معين، دي انظمه معموله كده بعشوائيه بتتبعت للناس كلها. واللي يجي يقول لك في اكتر من برنامج تدريبي اختار برنامج، فده يعني سبوبه وش. انت ما ينفعش تختار البرنامج التدريبي بناء على تفضيلاتك انت. اللي بيختار لك البرنامج التدريبي شخص فاهم يعرف ايه البرنامج التدريبي اللي يتناسب معاه. نفس الشيء يطبق على النظام الغذائي. فلو حضرتك حابب ان اعمل منك سبوبه فماشي، تقدر تدخل تشتري برنامج تدريبي ب 10 جنيه. والله زي ما بكلمك هبيعه لك ب 10 جنيه لاي عدد ايا كان. النظام الغذائي نفس القصه ب 10 جنيه وبرضه هطلعه لاي عدد ايا كان. ولو خدت نظام غذائي وبرنامج تدريبي الاثنين ب 15 جنيه برضه لاي عدد ايا كان. هنا انت بتشتري برامج. طب انت عايز خدمه بجد؟ يعني ايه خدمه بجد؟ يعني تستلم برنامج تدريبي متصمم مخصوص ليك، نظام غذائي متصمم مخصوص ليك حسب حالتك الصحيه، حسب روتين يومك، وكمان يكون معاك متابعه مستمره عشان اي دروب ممكن يحصل او اي مشكله تواجهك تلاقي حد بيساعدك في حل المشكله دي. هنا انت بتشتري خدمه. طيب عشان تحصل على الخدمه دي تعمل ايه؟ مش محتاج اكتر من انك تشترك في عرض رمضان ب 299 جنيه. هتستلم برنامج تدريبي مناسب ليك، نظام غذائي متفصل ليك انت، ومتابعه طول شهر رمضان من بعد صلاه المغرب لحد السحور معاك مباشر. انا بقول لك اهو الوقت اللي هكون معاك فيه، فاهمني؟ هنا انت بتشتري خدمه، لان فعلا الانظمه هتكون متصممه مخصوص ليك انت، وهتشوف الكلام ده بعينيك. انما لو انت عايز الناس اللي هي بتضحك عليك وبتبيع لك برامج، ففي اوبشنين عندك: اما تشتري البرنامج ابو 10 او والله زي ما بكلمك، او تستنى البرامج اللي هنزلها على الاكونت عندك. خد بالك لان برضو التدريب فيه سبوبه، فاهمني؟ وبس كده. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم على الناس كلها. ربنا يوفقكم جميعا. احذر مدربين السبوبه. سلام.